بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نقدم تعازينا وتعازي أهالي الناصرية وبالذات من جامع العلامة السيد راضي الذين سقطوا في الكرادة وشهداء بلد. نسأل الله أن يحشرهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر ونحتسبهم عنده إن شاء الله ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وجعلنا الله من السائرين على خطاهم، ورزقنا الله الشهادة التي نالوها في الشهر المبارك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين على كل حال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة يؤسفنا ويحزننا أن نسمع مثل هيك أمور وهذه إعلام أنه انفجارات في بلدنا العراق العزيز الجريح. حقيقة يؤلمنا، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. حقيقة يعني هذول الشهداء هم في عليين إن شاء الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهؤلاء الأنجاس الكفرة من الدواعش والإرهابيين والتكفيريين إن شاء الله يخزيهم ويكونون في نار جهنم وبئس المصير. ونسأل الله أن يصبر أهليهم، أهل شهداء العراق وبالأخص شهداء الكرادة وشهداء بغداد الجديدة وشهداء بلد وجميع شهداء العراق. حقيقة يحزننا، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نسأل الله أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد صفوفهم، اللهم آمين. ونسأل الله أن يحفظ إخواننا في كل مكان من العراق ويحفظ الإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحاج علي الحاج دياب، مؤذن أقدم وإمام ثاني في جامع فالح باشا السعدون الكبير. باسم الحي العظيم، نحن الصابئة المندائيين في مدينة الناصرية كما في كل المدن الأخرى وحيثما يوجد الصابئة المندائيين، نعلن استنكارنا وشجبنا وغضبنا الشديدين لما جرى من فاجعة وحادثة أليمة حدثت في الكرادة ببغداد ونالت من أرواح ودماء أبناء شعبنا الأبرياء الذين لا ذنب لهم. الحديث طويل والحديث مؤلم وقاسي، غير أننا لا نملك سوى أن نقف ونتضامن مع هذا الحدث الأليم الذي اهتزت له مشاعر الإنسانية من مشارقها إلى مغاربها. ولكننا وكما جاء على لسان مرجعيتنا الدينية بأننا أيضا سنلغي احتفالنا بالعيد القادم. عيدنا القادم يصادف بعد 10 أيام. إحسان الفرج، عضو مجلس شؤون الصابئة المندائيين في الناصرية، رسام كاريكاتير.
الناس ملت من الحكي، يعني المسألة معروفة وكل الحيثيات كل الناس تعرفها. هناك شرخ بين كل المسؤولين، وهذا الشرخ اللي دخل من عند داعش ودخلت من عند عذابات الشعب وكلها، هذا بسبب الحكومة وبسبب التفرقة اللي بيناتهم والخلافات الدائمة. فالخلافات تأجج في نفوسنا وفي نفوس كل المواطنين مثل هذه الحالات اللي هي التفرقة. شهدائنا الأبرار الرحمة ولذويهم والصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عزيز كريم، اليوم يتزامن عيد الفطر المبارك مع الجريمة الكبرى، مجزرة الكرادة الشرقية، وأخذ الشارع العراقي على عاتقه أن لا يتبادل التهاني، لأن هذا الجرح كبير جدا، وهذا ينم عن وجود وشائج وعلاقة بين أبناء البلد الواحد. جريمة الكرادة اللي راحوا أكثر من 450 شهيد قتلوا بدم بارد من إرهاب دامي، قاتل لا يريد الجمال ولا يريد الحب، يريد حياة ظلامية بخطابات وثقافة مجرمة. متمنيا لعراقنا النازف أن يضمد جراحه بالإرادة وحب الوطن. علي عبد عيد، رئيس نقابة فنانين فرع ذي قار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على شهداء العراق، السلام على الدماء الزكية التي سالت على أرض الكرادة. السلام عليكم أيها الشهداء الأنقياء الذين اختارتكم الأرض لتكونوا زهوا وشموخا وعزا لهذه الأرض. سحقا لأعداء العراق، ولعنة الله على المجرمين الكفرة الذين يستبيحون الدماء. كل الأديان السماوية تمنع قتل الإنسان، لكن هؤلاء الكفرة يستبيحون الدماء. ها بغداد ما يردونك تعيدين، ضيعوا فرحة نصرنا وشبوا ببغداد نار، فجروا كرادة داخل واصبحت كلها دمار. والحزن غطى الشوارع، والرصيف اللي كان يزهي عيونه مليانة محبة قام ينزف، والشظى يطلع شرار، ذبحوا أحلام الطفولة، وحنة العريس صارت دم شبابه، والورد يطلب بثار. يا نار كوني بردا وسلاما على بغداد السلام، ولا تنشرين الدمار. يا نار بسك خايبة تحصدين بس روس البعد صغار. بعد للشبان نشعة عيد، منصوبة الفواتح والحزن بالدار. شباب وجوههم حلوات، مر بيهم الموت بهيئة الخطار. ما كافي الطفولة تريد فرحة عيد، مرجوحة الموت تصيح يا ستار. مهدوم الفرح والحزن شال شراع، بالكرادة خيم معتني الأبرار. مو دقة طبل لسحور للصيام، دقة غدر هاي وسمسرة فجار. يا نار كافي مفضوحة لعبتك، ما إلك عندي قرار. المات بالكرادة ابني وهم أخوي وهم أختي، كلهم بنفس المسار. الصابي
ويا المسيحي السنة والشيعة سوى طاحوا بأبشع انفجار، سوى طاحوا بأبشع انفجار. الشاعرة إيمان الخيوم.